كنت منزلاه على اليوتيوب قبل كده، فجبت لكم النهارده طريقه جديده لعمل الشعر الكيرلي وهي باستخدام الماجيك ريفيلاج. فهنعمل مقارنه بينها وبين الفليكس روز ونشوف مين الاحسن فيهم في عمل الشعر الكيرلي. طيب اول حاجه هتكلم عليها هي عدد القطع اللي بتبقى موجوده في الكيس لما بنشتريه، وعدد القطع اللي هنحتاجها في المتوسط لما نكون بنعمل شعرنا لو حد شعره طويل زيي. اول حاجه هبدا بيها هي الفليكس روز. الفليكس روز بيجي في الكيس الواحد 10 قطع، ومتوسط القطع اللي احنا بنحتاجها لو حد شعره طويل زي هي 20 قطعه اقل حاجه، علشان الشعر ينشف اسرع وفي نفس الوقت تدي نتيجه احسن. طيب الماجيك ريفيلاج بيجي منها مقاسين، في مقاس قصير زي كده ومقاس طويل زي كده. العلبه اللي جت معايا كان فيها 9 قطع قصيرين و9 قطع كبار، واعتقد في متوسط الاحتياج لما نيجي نعمل شعرنا لو حد شعره طويل زي هنحتاج 3 علب من الماجيك ريفيلاج. طيب تاني حاجه هتكلم عليها هي طريقه الاستخدام او الاعمال بتاعت كل واحده فيهم. انا الناحيه دي هعمل الفليكس رودز والناحيه دي هعمل الماجيك ريفيلاج، ممكن نختصر الاسم بماجيك. الناحيه دي هستخدم الماجيك. بس قبل ما استخدمهم انا غسلت شعري عادي بالروتين بتاعي، وكذا حد كان سألني على الفيديو بتاع الفليكس رودز ان كنت بستخدم ايه لشعري قبل وبعد وهكذا. غسلت شعري عادي بشامبو وبلسم وحمام كريم، وقبل ما احط الفليكس رودز هستخدم بس بديل الزيت. انا بستخدم دوت من الو ايفا حاليا، وبعديه بستخدم السيرم دوت بتاع زيرو فريز، ومش بحط اي حاجه تانية بعدهم. انا ممكن بس ارجع احط نقطه من السيرم تاني على ايدي وانا بفك علشان الفليكس رودز والبتاع دوت عمال الشعر ما يهش يعني. طيب خلينا نبدا بالاستخدام. انا هقسم شعري كده ونبدا بالناحيه دي بالفليكس رودز. هحط توكه الناحيه دي كده، هستخدم اتنين بس. نبدا في طريقه العمل بتاعتهم. انا شعري اوريدي مبلول وكنت حطيت بديل الزيت والسيرم. حط واحده كده من ورا الشعر، يعني انا معايا خصله، هحط الفليكس رودز كده وراها واقوم واخده لفه عليها واقعد الف كده لغايه ما اخلص الشعر. طيب عندنا هنا التو بوينت مهمين جدا. اول حاجه ان احنا لازم طول ما احنا ماشيين نكون مسلكين الشعر كويس واحنا بنلف، علشان واحنا بنرجع نفكه ما يتقطعش مننا او مثلا ما يكلكعش وكده. طيب هفضل الفه كده. تاني بوينت ان احنا مش واحنا بنشتغل نقعد نلف الشعر على نفسه، لا، طول الوقت الشعر بتاعنا مفروض كده كويس وبنقعد نلفه بهذا الشكل، بحيث ان احنا لما نرجع نفكه برضو يكون شكل الكيرلز باين اكنها طبيعيه مش لفه على نفسها. وبالذات ان لما بيلف الشعر على نفسه بيفك اسرع لو حد اصلا شعره مش كيرلي. يعني انا الطريقه دي بتخلي الفليكس روز تقعد معايا اطول فتره بحيث ان هي متفكش بسرعه يعني. طيب هنعمل مره تانية، هنقعد نلف الشعر كده طول الوقت، نتاكد ان هو متسلك ومش بيلف على بعضه واحنا بنلفه. نسلكه كل شويه. نتنيها من فوق ومن تحت كده وهي كده شكلها بيثبت. انا هكمل الجزء دوت وهحط ال10 قطع بالظبط عشان تشوفوا ال10 قطع في النص الواحد بيبقى شكلهم عامل ازاي مع الشعر الطويل. وبعد كده هاجي نكمل الناحيه التانية بالماجيك ونشوف في الاخر بعد ما ينشف اني احسن فيه. طيب انا خلصت كده الجزء دوت بالفليكس روتس. تعالوا نعمل بقى الجزء دوت بالماجيك ريفيلاج. اول حاجه هقسم شعري برضو زي العادي كده. طيب هي بيبقى جاي معاها عصايه، يعني هي المفروض مقسومه من هنا، بس هي عامه مش بترضى تدخل معايا كويس، وفيها من هنا قطاف بحيث ان احنا ندخل فيه الشعر. طيب اول حاجه انا هاخد بس قطعه صغيره نبدا بيها. هاخد قطعه زي كده ويبقى هنا فيها فتحه بندخلها في البتاع بالشكل دوت، وبعدين بناخد الشعر. هو يعني الكيس مش هيكفي معايا ان انا اعمل بيه نص شعري، فاحنا هنحاول نخلي الفصل اكبر شويه يعني. وهدخل شعري كده في الخطاف وبعدين بمسك. حاولت ارجع الزقها تاني، تعالوا نرجع نكمل. هحط برضو خصلة كده وامسكها من الناحية دي، وبعدين نمسك البتاع من تحت ونشدها عليها. او برضو شعري استيل لسه اطول منها،
بس يعني انا هكمل، لو لقيت فيه باقي ممكن ابقى ازود فيه الاطراف بقى. نكمل وممكن نشرح واحده تانية. بس شعري مهم جدا طول ما احنا بنعملها ان احنا نخلي شعرنا مبلول علشان يسهل في ان هي تعدي في البكر بتاعها. مش انا معايا جزء اهو، اتاكد بس ان هو مبلول من فوق. هاخد واحده تانية من البكر هدخلها كده، نمسح منها كده. واحده تانية هاخد البكرة كده، احط فيها واحده واقوم ممسكاها كده في الشعر، وبعدين اقوم سحبها. اعمل بقيه الشعر وبعد كده اوريكم قبل ما ينشف، وبعد كده هرجع برضه اوريهولكم ونفكه مع بعض. طيب انا كده حطيتهم هنا الفليكس رودز وهنا الماجيك ريفلاج، كده شكلهم النهائي. هسيبهم بقى ينشفوا، هما كده كده شعري كان مبلول، هسيبه ينشف وبعد كده اجي نفكه مع بعض ونشوف اني احسن فيهم واقول لكم تجربتي مع كل واحد فيهم. طيب شعري نشف، فتعالوا نفكه مع بعض. انا هبدا بالفليكس رودز طبعا عشان كلنا اوريدي عارفين نتيجتها. بصوا رائعه حرفيا، يعني ما فيهاش غلطه في الكيرلز بتاعتها. طيب تعالوا نفك بقى مع بعض الجزء دوت ونشوف النتيجة بتاعته. اوكي اوه واو، والله النتيجة متوقعتهاش الصراحة. هنزل ازاي دلوقتي بشكل شعري كده. طيب دي النتيجة بتاعت كل واحد فيهم دوت. الى حد ما بتاع الماجيك بيبقى يعني مفرود اكتر، بيبقى كأنه ويفز اكتر، ودوت باين قوي طبعا من الشكل بتاعه ان هي يعني كيرل جدا. ده شكلها كده، وهنا شكلها ويف اكتر. طيب انا رايي ايه فيهم؟ وانا بفضل ايه عنهم؟ انا عن نفسي بصراحه بفضل الفليكس روز لان بحسها ان هي اسهل في العمايل واسهل في الفك، عكس الماجيك بتبقى محتاجه العصايه، والعصايه الصراحه مش بتظبط معايا كتير.
انا مش عارفه سعرهم الصراحه، يعني لو لقيت ليهم كود مثلا فنون او كده هسيبه لكم في الديسكريبشن، ممكن تبقوا تشوفوه. بس اعتقد ان هما الاثنين موجودين، يعني هيبقى سهل ان احنا نجيبهم. كمان بحب في الفليكس رودز ان هي بعد يومين بتوصل لنفس الشكل دوت. لو انا مثلا عايزاها ويفي مش عايزاها تبقى كيرلز كده، بتوصل بعد يومين للشكل دوت. فبحس ان دي بتوصل لنتيجة ده، لكن ده ما بيوصلش للنتيجة بتاعت دي. فانا بصراحة بحب ده اكتر، وبالذات ان انا بحس ان هو هنا مدي فوليوم اكتر للشعر، يعني حتى لو الشعر خفيف وعملت بالفليكس روز فهيدي شكل اكتر للشعر. فبصراحة بحب الشكل ده اكتر. بصوا النتيجة بتاعت دي والنتيجة بتاعت دي، طبعا دي ليها استخدام ودي ليها استخدام، بس دي الصراحة انصحها اكتر للناس اللي شعرها قصير، فبالتالي مش عارفين يلفوا الشعر قوي على الفليكس رودز. دي اوريدي كده كده ملفوفة، فهتبقى اسهل بالنسبة للناس اللي مثلا شعرهم كاريه، او يعني مثلا لغاية هنا ده اقصى حاجة. لان هما كمان مش هيحتاجوا يجيبوا كمية كبيرة قوي من البقر علشان يعرفوا يعملوا شعرهم. بس كده دي النتيجة بتاعت الاتنين. اكتبولي انهي واحد عجبكم اكتر في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك للفيديو دوت. وبس كده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وباي.